هو مثل الجزائر امير سعيود بتاع الاهلي فين دلوقتي؟ في سنة 2009 الأهلي تعاقد مع لاعب جزائري شاب موهوب جدا اسمه أمير سعيود. سعيود ده حرفيا كان بيكلم الكورة، حاجة كده شبه ميسي، بيعدي من واحد واثنين وثلاثة وأي مدافع هيواجهه لازم يعمل له 1000 حساب. بعد ما انضم ما قدرش ياخد فرصة كبيرة وعدد دقايق كبير، مع إنه كان متألق جدا في المباريات الودية وكان لاعب فعلا واضح إنه لاعب موهوب. 13 مباراة صنع هدف والكرة فعلا كانت معنداه بشكل كبير جدا. يعني مثلا كرة زي دي كنترول عالمي وخرج المدافع بره الاستاد، بس الكرة برضه خرجت وراه. واللي خلص عليه بقى مباراة كيما أسوان في الكاس، مانويل جوزيه قال له روح سدد ضربة الجزاء دي يمكن تمشي معاك، ولما جه يسدد وقع على الارض. وده كانت نهايه قصه امير سعيود مع الاهلي. بعدها طلع اكتر من اعاره، العرب الكويتي والاسماعيلي ومولوديه الجزائر، ولكن برضه ما كانش قادر يلاقي نفسه، وفي النهايه رحل عن الاهلي وانتقل لنادي بيروستار البلغاري. قدم مستوى جيد ثم الصفاقسي ثم تجننت الجزائري، ولكن مع شباب بلوزداد قدم افضل 3 مواسم في مسيرته بشكل عام، هداف الفريق وافضل لاعب واللاعب اللي مؤثر جدا سواء في الدوري او الكاس او حتى دوري ابطال افريقيا، وسجل في صن داونز وكان قادر يقدم اضافه ممتازه جدا علشان بعدها تبدا رحلته في الدوري السعودي. لعب للطائي والرياض، ومن وقت انضمامه للدوري السعودي وهو متالق جدا. ورغم الاسامي الكبيره اللي انضمت للدوري السعودي، ولكن امير سعيود دايما بيكون اكتر لاعب عمل مراوغات صحيحه في الدوري، بيسجل اهداف ممتعه جدا، اهداف من كوكب تاني. وفي الميركاتو الحالي انتقل لنادي الحزم السعودي. في النهايه بالنسبه لامير سعيود واحد من امتع اللعيبه اللي شفتها على مدار مشاهدتي لكره القدم، مش للنادي الاهلي فقط، لا، لاعب فعلا الكره لها قيمه تحت رجله، ممتع وفنان وكورته كويسه جدا. ولو كان في لاعب في حته من ميسي هيكون امير سعيود. عاوزك تقول لي بقى الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟